الشرطه لما راحت لها البيت لقيوا مصيبه. دي بنت اسمها اينا ويلسون، متسابقه دراجات هوائيه محترفه جدا. بسنه 2022 كان عندها مجموعه سباقات بولايه تكساس، وبسبب انها ما كانتش عايشه هناك فراحت قعدت عند واحده صاحبتها واللي هي دي فتره الى حد ما كبيره. فخلال السباقات دي قدرت انها تتعرف على متسابق مشهور اسمه كولين. اتعرفوا على بعض وكان واضح كده ان في اعجاب ما بينهم لدرجه ان هم حبوا بعض في وقت قصير جدا. فالمهم بيوم كانوا خارجين مع بعض زي ما انتم شايفينهم من تسجيل كاميرات المراقبه، وبعد ما خلصوا يومهم كولين ده اخدها بالموتوسيكل بتاعه ووصلها لغايه بيتها، وبعد كده مشي لغايه ما صاحبتها اينا دي بتوصل البيت. وبمجرد ما بتوصل هناك بتتصل على الشرطه من الكارثه اللي لقيتها هناك، وهي ان صاحبتها اينا كانت ميته. الشرطه بدات انها تحقق من الموضوع وراجعت كل كاميرات المراقبه لغايه ما لقيت العربيه دي. واللي لما راحت الشرطه عشان تحقق في الموضوع اتجهوا على بيت كولين ده، واللي بالمناسبه العربيه اللي كانت في تسجيل كاميرات المراقبه كانت عند بيته، فافتكروا ان هو اللي عمل الجريمه دي. لكن الحقيقه ما كانتش كده. كولين ده كان مرتبط بواحده اسمها كيتلين وكانت ساكنه معاه بنفس البيت، لكن بسبب انها كانت انسانه مش كويسه فانفصل عنها. بس ما زالوا هما الاثنين عايشين بنفس البيت لكنهم ما فيش اي علاقه ما بينهم. فاللي حصل هنا ايه؟ كيتلين بعد ما عرفت ان كولين ده ارتبط بواحد غيرها اتعصبت جدا لان كان عندها امل ان هو يرجع لها من تاني. فعلشان كده في اليوم ده راقبتهم، وبعد ما كولين وصل اينا لغايه البيت هي دخلت وكان معاها مسدس وانهت حياه اينا بنفس اللحظه. والشرطه في الاخر قدرت انها تقبض عليها وانحكم عليها بالسجن المؤبد. دوس هنا وشوف القصه دي هتعجبك.